في البداية أقول لكم جمعة طيبة ومباركة على كل الناس اللي موجودة في القناة عندي، وعلى كل الناس اللي بتشاهدني، وكل الناس اللي هتشترك عندي في القناة بعد الفيديو دوت. وبشكركم كتير على حسن تعاونكم معايا في الفترة الأخيرة في تفاعلكم مع الفيديو من خلال قناتي. وعايز اقول لكم تعليقاتكم الجميله الحلوه اللي بتديني دافع مستمره، وانا ان شاء الله مستمر بيكم. عايزين في ظل الظروف اللي احنا عايشين فيها ما ننساش نقرا الفاتحه للشهداء، وخاصه شهداء فلسطين، الشعب المغوار، الشعب اللي بيدافع عن ارضه بكل الوسائل المتاحه ليه ضد العدو الغاشم، العدو الصهيوني. وعايز برضو نقرا الفاتحه لشهيد العروبه، الشهيد الجندي المصري البطل الهمام محمد صلاح إبراهيم. محمد صلاح إبراهيم بيسطر للشعوب العربية ملحمة جديدة في ازاي نحافظ على كرامتنا قدام العدو الغاشم، ونعبر عن حريتنا في الدفاع عن ارض مغتصبة وشعب عربي محتاج ان احنا نقف جنبيه. محمد صلاح ابراهيم بطل مصري عربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احبائي واصدقائي في قناتي، قناة ابو شين اللي هي قناتكم، واللي بتشجعوني دايما ان انا استمر فيها من خلال تعليقاتكم الايجابية حتى السلبية منها لبعض الدخلاء اللي بيدخلوا على قناتي، برضو بتديني حافز ان انا اكون ان شاء الله عند حسن ظن المتابعين المحترمين اللي موجودين في قناتي، وان انا مهما تعرضت للتعليقات سلبية ما حاولش انجرف ليهم واقع تحت سيطرتهم وابادلهم السلبية بسلبية. ده اللي انا بحاول ان شاء الله جيدا ان انا اعمله من خلال قناتي المتواضعة. عايز اقول ان موضوع حسام داوود خد اكتر من حقه. موضوع حسام داوود خد وشغل الساحة على السوشيال ميديا في وقت مفروض القنوات والمتابعين اللي بيتابعوا قضية آل داوود ان هم حتى ولو يطلعوا بمنتدى يحيي الشهيد البطل الهمام محمد صلاح إبراهيم. قنوات النقد الفترة اللي فاتت بالنسبة لقنوات النقد اللي هي مختصة لعيلة آل داوود، سواء كان قنوات النقد عندي حلمية أو قنوات النقد عندي زاهية، ما فيش قناة فيهم فكرت إن هي تحيي البطل الهمام دوت. كلنا ندعي لحسام داوود ربنا يفك كربه إن شاء الله، ويطلع من المحنة اللي هو موجود فيها، وإن شاء الله بأقل الخسائر عشان ولاده وعيلته وأمه وإخواته وكل الناس اللي بيحبوه. ندعي لحسام داوود ان هو ربنا ييسر اموره ويفك كربه، ويجعل الناس الرحيمة في المملكة العربية السعودية يكونوا رحماء على هذا الشاب المصري اللي موجود في المملكة ومحبوس على ذمة قضية الله اعلم ايه هي. لكن كل ما نملكه ان احنا ندعي من قلبنا لواحد مصري واقع في محنة وواقع في كرب، ربنا يفك كربه، ونسيبنا بقى من اللت والعجن والحوارات اللي ملهاش لازمة اللي مفروض انها تنتهي. دي النقطة الاولى. الاخت حنان وتعليقها السلبي اللي انتوا شايفينه دوت لا يدل الا على نوع تربيتها واصولها، وازاي بتربي اولادها، وازاي هي اتربت. انا مش هقول اكتر من كده. اي انسان بيتهم انسان بدون واقع حق هو بيعبر عن نفسه، بيعبر عن اخلاقه، بيعبر عن اسلوبه في تربية اولاده، بيعبر عن اسلوب تربيته هو اصلا نشأ ازاي وترعرع ازاي، وبقى بالصورة اللي هي تسيء للعائلة اللي ربته، وتسيء للأب والأم اللي حاولوا جاهدا ان هم يربوه تربية حسنة، لكن هو ما عندوش استعداد انه. من ساعة ظهور مشكلة حسام داوود وحبسه في المملكة، والناس في صراع مستمر سواء كان متابعين او قنوات، وكل واحد بيحاول يظهر مدى حبه او تعاطفه
في القضية ديت، خصوصا بعد انتشار المنتديات اللي كانت موجودة على قنوات آل داود في الفترة الأخيرة بعد ظهور القضية على الساحة وعدم علمهم بيها. وده طبعا الشيء اللي خلى بعض الناس تتكلم على النقطة ديت، ازاي انتوا مش عارفين والناس التانية عارفة؟ اكيد في لغز، وده اللي محير الناس، ازاي اهل البيت ما يعرفوش قبل الناس العاديين اللي هو زينا احنا. لكن اللي ما عجبنيش في الموضوع، كل ده معاكم حق فيه، تعاتبوا الاخوات، تعاتبوا الناس كلها، تعاتبوا الدنيا كلها، انما انتوا تزايدوا على الام في حبها لابنها دوت اللي كان شيء غير مرغوب فيه بالمرة. الام مهما كانت، حتى لو قلبها حجر، لو قلبها دوت حجر مكان القلب بتاعها، مستحيل ان هي هتيجي في يوم من الايام وتحس ان ابنها في كرب او ابنها في شدة ومش هتزعل عليه ومش هتحزن عليه، مستحيل. ايا كان الظاهر بتاعها فهي من جواها حزينة، ان احنا مش عايشين مع الام ديت ال 24 ساعة عشان نشوفها امتى فرحانة وامتى زعلان. ده يمكن ربنا بيخفف عليها الحزن بتاعها بضحكة او ابتسامة او بدعوة حلوة بتظهر قدامكم وبتدعي فيها لأي حد. يمكن ربنا بيخفف الألم بتاعها، ربنا بيخفف الحزن بتاعها. انت لو ام وحاسه بالامومه فعلا، مش هتقولي على ام زيك زيها ان هي بتيجي في يوم في الايام تقسى على ابنها او تنسى ابنها في كربه وتكون مبسوطه من قلبها. مش من حقك انك انت تشكك في امومه ام اتجاه اولادها، مش من حقك انك انت تشكك في امومه ام اتجاه ابنها اللي لا حول له ولا قوة، محتاج مننا ومنها الدعاء. النقطة دي مهمة جدا جدا جدا، الناس غافلة عنها. يا بخت اللي يقابل ربنا وأمه راضية عليه، يا سعده يا هناه. حتى لو كنت تعيس في الدنيا وشق في الدنيا وقابلت ربنا وقلب أمك راضية عليك، يا سعدك يا هناك. احنا مش عارفين عنكم حاجة، مش عارفين بتعاملوا اولادكم ازاي، مش عارفين بتحبوهم ولا بتكرهوهم، مش عارفين بتدعوا ليهم ولا بتدعوا عليهم. انما عشان تطلع تقول لي الام ديت جحدة، الام دي ما بتفكرش في ابنها، الام فرحانة وابنها محبوس، الام فرحانة وابنها مش عارف في ايه، لا مش هتتقاس كده ابدا، عمرها ما هتتقاس بالشكل دوت. انت ما تتاجرش بقضية حسام وتطلع تجيب مشاهدات. انا اتكلمت في قضيه حسام مره واحده ودعيت له ربنا يفك كربه وخلصت الليله على كده. ماليش دعوه بقى مراته طلعت، ماليش دعوه زاهيه ما عملتش منتدى، ماليش دعوه علميه عملت منتدى او لبنى عملت منتدى او رانيا عملت منتدى، والكلام والتلقيح اللي موجود في العناوين وفي المنتديات دوت ملوش اي لازمه، ملوش اي قيمه، ومش هو دوت اللي هيرجع حسام، مش هو دوت اللي هيفك كربه بيه، مش هو ده اللي هيحنن قلب المحققين اللي موجودين هناك عليه. كل دوت احنا ملناش دعوه بيه، كل دوت ملناش علاقه بيه نهائيا. كل علاقتنا بحسام دلوقتي اللي بيحب الولد دوت يدعي له، انما نزايد على حب ام وان احنا نوصل نفسينا ان احنا بنحب حسام اكتر من امه اللي ولدته اللي جابته في الدنيا، لا.